السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم اكلة جميلة جدا. هعمل معاكم الملوخية بالارانب، بجد جميلة جدا وريحتها وطعمها خيال. اكيد طبعا مفيش حد ما بيحبش الملوخية بالارانب. زي ما انتم شايفين كده مظبوطة وجميلة جدا. وعملت جنبها كده بتنجان بالدقة، وعملت الارانب كمان بطريقة حلوة جدا شكلها يفتح النفس كده زي ما انتم شايفين. هقول لكم كمان انا نقعتها في ايه علشان تبقى حلوة جدا ميبقاش فيها زفارة خالص. اكلة حرشة كده وجميلة. وما تنسوش طبعا قبل ما نبدأ اقول لكم عملت ايه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كده حبايبي اكلتي الجميلة دي، ودي شكل الانارب طبعا بعد ما عملتها وحمرتها. طبعا الانارب لما بتيجي تحمريها ما تحمرهاش قوي علشان ما تنشفش منك. وده طبعا البتنجان بتاعي هقولك ازاي تعمليه وما يشربش زيت معاكي. وكده يا حبيبي اكلنا زي ما انت شايفتوا كده اكله بسيطه وسهله وسريعه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. انا كده معايا الانارب طبعا قطعتها وشطفتها كويس جدا ونقعتها في ميه وليمون وشويه ملح وشويه خل صغيرين. طبعا الانارب ما بتبقاش زفرة قوي يعني. هسيبها في المحلول النقع ده ربع ساعه وبعد كده هشطفها كويس جدا وهعملها بقى. معايا هنا بقى اللي هحطه على الانارب، معايا بصلايه كبيره وفصين توم وطماطميه صغيره، ومعايا مكعب مرقه وبهارات بهارات فراخ وشويه فلفل اسود. حطيت كده حلة على النار وحطيت فيها الأرنبة تاخد صدمة كده، وحطيت عليها البصل والطماطم وفصين الثوم ومكعب مرقة الدجاج ومعلقة الفلفل الأسود ومعلقة البهارات، واحط عليها نص معلقة سمنة بلدي كده. طبعا انا بحب يعني احط السمنة البلدي في كل حاجة بصراحة، تفرق جدا في طعم وريحة الأكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا الأنارب بتبقى خفيفة جدا يعني لو حد تعبان طبعا، يعني الدكتور بيوصف الأنارب والحاجات دي علشان بتبقى خفيفة على المعدة وكده، وطبعا برضو صحية. كده يا حبايبي بعد ما شوحتها شوية نزلت عليها بالمية كده وهغطي عليها بقى واسيبها تستوي. كده يا حبايب قلبي قربت تستوي خالص يعني باقي فيها 5 دقايق بس. نزلت بالملح كده وهسيبها برضو 5 دقايق وبعد كده هطفي عليها وكده استوت وبألف هنا وشفا. كده بقى الملوخية بتاعتي دلوقتي انا بقطفها كده زي ما انتم شايفين. الملوخية في السوق جميلة جدا ورخيصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقطف بقى الكمية اللي قدامي دي. طبعا وانتي بتقطفي الملوخية ما بتاخديش الورقة بس، يعني بتاخدي حتة من العرق كده علشان لما بتيجي تعمليها تطبخيها بتبقى فيها مطة كده بتبقى جميلة جدا. كده بعد ما قطفت الكمية كلها وغسلتها كويس وحطها في الصفة كده، بحطها زي ما انتم شايفين كده على قماشة او على فوطة او اي حاجة نضيفة عندك قدام مروحة بقى تسيبها تتهوى وهي مفتوحة زي ما انتم شايفين كده، يا اما بتغطيها وتلفيها بالفوطة كده وتنشفيها كويس. يعني في الحالتين هتنشف معاكي، يا اما تفتح يعني تفتحي عليها كده وتسيبها قدام المروحة، يا اما تغطيها وتلفيها وتنشف معاكي. كده حطيت عليها فلفل احمر زي ما انتم شايفين كده وهبدأ اخرطها معاكم. طبعا لو مش حابة تخرطيها بالمخرطة ممكن تعمليها في الكبة بتبقى حلوة برضو، بس بصراحة ما بقاش نفسها حلو قوي زي ما بتعملها في المخرطة، مش عارفة ليه انا بحسها كده. كده حبايبي بعد ما خلصت الكمية هنعمل بقى الملوخية بتاعتنا من شوربة العنارب. طبعا بتبقى مسكرة وجميلة. بعد كده ما الشوربة بتاعتي غليت نزلت عليها كده بالملوخية بتاعتي يا دوب قلبتين 3 كده، ما نسيبهاش كتير علشان ما تبقاش يعني تسرد منك وكده. كده حبيبي طبعا بيطلع حاجات على الوش كده زي رغاوي كده، طبعا بنشيلها كلها، لازم تشيليها علشان تبقى الملوخية بتاعتك صافية كده وجميلة. كده يا حبايبي بشيل الكمية كلها كده زي ما انتم شايفين. هوريها لكم بعد ما اشيلها كده زي ما انتم شايفين الملوخية بقت صافية جدا كده ما فيهاش اي ريم يعني اي رغاوي ولا اي حاجة. نزلت عليها بمكعب المرقة وده اختياري، حابة تضيفيه بتضيفيه مش حابة ما تحطيهوش. قلبتها بقى كويس جدا كده كده زي ما انتم شايفين.
قوامها جميل جدا وطعمها بجد كان تحفة. بصراحة انا بحب الملوخية بالارانب جدا، بحس ان هي مسكرة كده. هجيب التوم بتاعي بقى علشان نعمل الطشة بتاعتها. معايا هنا توم، ده بقى هون قديم كده بتاع ماما. هدق التوم بتاعي بقى كويس جدا. انا عامله كميه كبيره لان هعمل التوم للبتنجان ولطشه الملوخيه. حطيت هنا بعد ما دقيته كويس جدا، حطيت طبق كده على النار وحطيت فيه معلقه سمنه بلدي وهحمر التوميه. ده اللون المطلوب، ما تغمقهاش قوي، يعني هو تبقى اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده علشان ميبقاش فيه مراره. هو يا دوب دهبي كده وتطفي عليه. هنزل بقى بالطشه بتاعتي، كانت لازقه في الطبق ومش عايز تنزل زي ما انتوا شايفين كده. هقفل بقى وانزلها انا كده حبايبي. نزلت الطشه بتاعتي بقى بالمعلقه. شايفين الملوخيه عامله ازاي؟ بجد جميله، وقوامها وريحتها يعني مش قادره اقول لكم عامله ازاي. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. هنشوف بقى العنب دلوقتي بعد ما حمرتها. طبعا انا حطيت شويه زيت كده في الطاسه فوق على النار وحمرتها، بس زي ما انا قلت لكم يا دوب تاخدوا اللون الحلو ده، ما تنشفش يعني، ما تسيبهاش قوي كتير في النار علشان ما تنشفش معاكي. وده البتنجان بتاعي طبعا علشان ما يشربش زيت معاكي، انا حطيته في ميه وملح شويه، يعني حطيته قطعته وغسلته ونقعته شويه، يعني 10 دقايق كده في ميه وملح. التكه دي بتخليه ما يشربش زيت معاكي. وطبعا عملت الدقه ديت بتاعه البتنجان، عباره عن توم وفلفل اخضر وفلفل احمر، وممكن كمان تحطي معاه طماطمية صغيره، بس انا بصراحه ما حطيتش طماطم، ومعلقه كمون وعصرة ليمونة خفيفة كده، بيبقى طعمه جميل جدا جنب الملوخية دي. وكده اكلتي خلصت زي ما انتوا شايفين كده، يعني شكلها بيتكلم عن نفسه كده، شكلها يفتح النفس. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، ويا ريت اللي يجرب الوصفة وتعجبه ما ينساش يكتب لي في التعليقات. ولو حابين اعمل لكم اي وصفة تانية يا ريت تكتبوا لي. ولو وصلتي معايا لغاية هنا واول مرة تشوفي قناتي، يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو كده زيك، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، واقول لكم مع السلامة بقى احسن اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.